صباح الخير والورد والفل والياسمين، صباح يوم جديد ونشاط جديد وطاقة إيجابية جديدة وحبة نشاط كده هنحاول نتنشطهم مع بعض النهاردة. هحاول على قد ما أقدر إن أنا أديكم طاقة إيجابية في الفيديو، وأحاول أقلل الطاقة السلبية، وهنتكلم وشوية فضفضة مع بعض. ويا رب تكونوا طيبين وبخير وفي أحسن حال. متابعيني وإخواتي الغاليين وحشتوني قد الدنيا كلها. فيديو جديد وروتين جديد ونشاط جديد جايه لكم به النهارده. ما تحرمنيش من اللايك والكومنت الحلو اللي بيسعد قلبي جدا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيت اقول لكم برضو ان لازم ناخد حبة حسنات من الفيديو النهارده. احنا اتفقنا مع بعض من الفيديو اللي فات ان نحاول على قد ما نقدر ان نكون صحبة صالحة، ناخد شوية حسنات، مش مجرد روتين وشوية ترويقات بنعملها وخلاص، وحاجات في الاخر ملهاش لازمة. المهم ان احنا ربنا يهدينا ويرضى عنا وناخد شوية حسنات. وابتديت معاكم الفيديو بالروتين اللي بص من الاخر، عارفين اللي هو ايه؟ يلا بقى نغسل اللي لسه عايزه تغسل سجادها، اللي عايزه تغسل حفظتها، اللي عايزه تغسل اي حاجه، اتنشطي وقومي معايا. هقول لكم النهارده روتين زوجه شاطره. بس عادي يعني ساعات بتبقى كسوله وعايزه تنام ومش عايزه تعمل حاجه. كلنا يعني كلنا زي بعض على فكره، محدش احسن من حد. بس النهارده في شويه نشاط وفي شويه دلع للعيال وشويه اكل حلوين، وهنتكلم مع بعض في كل حاجه في الفيديو. بس يلا نقول الأول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارض عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة واصلح حالنا جميعا يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا رب يتقبل منا، يا رب يعفو عنا، يا رب يهدينا جميعا ويرزقنا دايما بالصحبة الصالحة اللي تقربنا من ربنا، وتبقى يا رب يبعد الشيطان عنا ويبعد أي حاجة تبعدنا عنك يا رب. النهاردة هنتكلم عن البديل السجاد. هقول لكم الفوائد بتاعته وهقول لكم العيوب. هقول لكم ايه الحاجة اللي اتقالت لي من اللي بايع لي البديل السجاد نفسه عشان نحافظ على بديل السجاد. هنقول الاول في فوائده. حلوة جدا ما شاء الله، اللهم بارك، مريح جدا جدا في الغسيل، ملوش علاقة ابدا بغسيل السجاد. في الفرش والشكل في الشقة حلو جدا جدا ما شاء الله. كل حاجة قابلتني معاه حلوة جدًا، مش شايفة يعني فيها عيوب في الفرش والشكل والغسيل والنضافة وكل حاجة. عيوبه هي عيب واحد اللي قابلني لحد دلوقتي. وعلى فكرة الحافظة اللي أنتم شايفينها بتاعة ولادي دي أو بديل للمشاية دي، دي كده رابع مرة تتغسل ما شاء الله، يعني ما شاء الله. أنا شايفاها إن هي كويسة جدًا بعد ما اتغسلت مرة و2 و3 في إن هي بتمسك على السيراميك أو الكلام ده، لأ حلوة جدًا. تمام. بعد كده اللهم صل على النبي، استنوا عليه الصلاة والسلام عشان هانسى هاقول لكم إيه. العيب الوحيد اللي قابلني إن مثلًا دي إن هي لونها فاتح أوي، لمّا مثلًا بيحصل بُقعة فيها والّا حاجة مش ما طلعتش، يعني طلعت في واحدة طلعت معايا بصعوبة والتانية مش راضية تطلع. فأنا مش عارفة، يعني أكيد هاسأل وهاشوف، ممكن يكون ليها حاجة باشتريها مثلًا لو أي بُقعة في السجاد أو الكلام دوّة بتطلعها تطلع. وده العيب اللي قابلني، على أساس إن هي فاتحة جدًا وعلى أساس برضه إن هي مشّاية أطفال وغرفة أطفال. فطبعًا وارد جدًا إن أو ولادِك يوقّعوا أي حاجة، لو حتى زيت الشعر أي حاجة عليها، فهتعمل بُقعة طبعًا وبتبقى يعني إيه باينة شوية. فدي العيب الوحيد. طيب إزاي نحافظ عليه عمومًا بديل السجاد؟ الكلام ده اتقال لي من اللي اشتريته نفسه منه. أولًا ما يتغسلش بمَيّة سخنة نهائي، نهائي، نهائي. ما يتحطش عليه كلور. تالت حاجة لمّا تيجي تنشريه ما يتنشرش على الوش اللي هو فيه الحبيبات ويتعرض للشمس خالص. انشريه على الوش نفسه اللي أنتِ بتفرشيه عليه بيبقى ظاهر في الشقة وأنتِ حاطاه. ما تعرّضيش الضهر بتاعه الحبيبات بتاعته اللي بتمسك في السيراميك دي للشمس خالص، عشان بالطريقة دي أنتِ بتخلّيها. يعني هو قال لي دي أكتر حاجة، أكتر حاجة بتبوّظه وتخلّيه تيجي تفرشيه تلاقيه بيروح وييجي معاكِ في رجليكِ كده. دول ال3 حاجات اللي بتاع السجاد دوّة أكّد عليَّ فيهم زي ما قُلت لكم. ما نحطّوش في الشمس، ما نعرّضش الضهر بتاعه للشمس، ما نغسلوش بكلور، ما يتغسلش طبعًا بمَيّة سخنة خالص، لإن دي أكتر حاجة ممكن تبوّظ الضهر بتاعه. غير كده شكله حلو جدًا، أسعاره والله يعني أنا شايفة بالنسبة للسجاد معقولة جدًا، جدًا.
يعني إن شاء الله يعني ربنا يكرمنا ويرزقنا جميعًا ويوسّع علينا يا رب، ونغيّر في شقتنا ونجيبه علشان هو مُريح بجد. يعني أنا ناوية بإذن الله، بإذن الله لو ليّا عُمر هاكمّل بقية الشقة بإذن الله ببديل السجاد، لإنه يعني بالنسبة للراحة اللي باشوفها في غسيله، يعني ما باخدش فيه ثواني ولا أقول لكم الدقايق اللي صورتها معاكم الفيديو هي دي اللي كنت باغسل بيها وخلاص خلصت على كده، وبينضف بسرعة، فالحمد لله، ربنا يرزقنا جميعًا ونغيّر الشقة بتاعتنا ونجيب كل حاجة جديدة. خلّصنا بقى في الغسيل، تعالوا لشوية نعنشة وشوية دلع للعيال، وهنتكلّم مع بعض، وهاقول لكم بس الأول النهارده أنا ناوية أأكّلهم إيه، ناوية أعمل لهم شوية محشي كده يغذّيهم ويدفّوهم في الساعة اللي إحنا فيها دي، وبما إني الصراحة مقصّرة بقى لي فترة كده ما باعملوش، ومش حكاية إن أنا مقصّرة بس الغلا اللي إحنا فيه، إحنا دلوقتي بقينا عشان نعمل حلّة محشي عايزين مبلغ وقدره، فربنا يوسّع علينا جميعًا وندلّع ولادنا حتى لو مش يا ستي كل يوم والتاني، كل فترة كده بشوية محشي حلوين يدلّعونا. وأنا كأميرة يعني ما باحبش أعمل كذا نوع في نفس اليوم، يعني أنا باحب كأميرة وولادي لا أعمل حلة بتنجان حلوة كده نتغدى بيها، لا أعمل حلة كرنب برضه ما شاء الله نتغدى بيها، فكرة إن أنا أعمل كرنب وبتنجان وحاجات كتير في نفس اليوم لأ مش بنحب كده، ومش بنحب برضه حكاية إن إحنا ناكله تاني يوم، هو كان ناوي اتغدينا ولو مثلًا ولادي اتعشوا والّا حاجة منه وخلاص على كده. وزي ما وريتكم كده في البداية شوية الصلصة اللي أنا عاملاهم في الفريزر ما شاء الله اللهم بارك زي السكر بجد، باشيلهم كده باحط الكيس على طول في قلب الحلة وأهدّي النار وتفُك على طول وما باخدش ثواني. وفكرة إن أنا زي ما قُلت لكم المقص في إن أنا أستخدمه في المطبخ، يبقى عندِك مقص نضيف كده إن أنتِ تستخدميه في المطبخ، إن أنتِ تقصّي بيه الخضار أو يعني أنا بالنسبة لي فكرة المقص دي إن أنا سواء في فينو، سواء في عيش، سواء في خضرة، سواء في أي خضار باعمله في المطبخ، ما أقدرش أستغنى عنه، بيريحني جدًا، جدًا، جدًا بجد. وكنت في الوقت ده طبعًا عايزة يعني إيه، أحاول أحافظ على المطبخ وأنا واقفة كده، لإني طبعًا كنت غاسلة زي ما غسلت معاكم كده المشّاية في البداية، وعندي طبعًا محشي وعندي أكل، واليومين دول المفروض إن إحنا برضه ما شاء الله إحنا في آخر الشهر يعني عندي أنا اليومين دول بيبقوا مرهقين بالنسبة لي شوية. هتقولوا لي في إيه، هاقول لكم إن أنا بابقى مشتريات الشهر وما أعرفش إيه، وبانزل وباطلع وباجيب في حاجات، وأنا يعني متعودة حاجة ماشية عليها نظام وسيستم كده إن أنا ما باغيّروش، إن أنا لازم مشتريات الشهر باجيبها كل آخر الشهر كده، أول ما جوزي يقبض باجيب على طول كل حاجة أنا محتاجاها، عشان الفلوس بتطير زي العصافير كده زي ما بيقولوا، وعلشان إن أنا البيت أنا بابقى حاسة إن بيتي فيه خير، طول ما الحاجة موجودة فيه. فأنا اليومين دول مرهقين بالنسبة لي شوية. وهنا الكرنبة العسل دي ما شاء الله اللهم بارك، الكرنبة دي خدت معايا أنا عملت كيلو رز، بس هي كانت محتاجة عارفين اللي هي شوية كمان، شوية دي اللي هي قد كَفّة إيدِك كده رز مع الكيلو، لإن كان فاضل حوالي 10، 15 ورقة كده في النهاية كانوا عايزين يتحشوا. بس الميزة الوحيدة اللي أنا عملتها في اليوم ده، إن أنا قبلها بيوم بالليل وإحنا سهرانين وقاعدين، ما إحنا خلّصنا امتحانات وبنبقى قاعدين أنا وولادي وجوزي، فقُلت خلاص طب ما أنا أسلُق الكرنبة وأحطها في التلاجة، كنت سلقتها وقطّعت شوية من الورق بتاعها، بس حسيت إن أنا تعبانة مش قادرة أكمّل، فقُلت خلاص الباقي أبقى أقطّعه بكرة وأنا واقفة كده والصلصة بتتعمل على النار. وبما إن أنتم فاهمين أنا باعمل إيه، تعالوا نتكلّم مع بعض شوية ونحكي ونفضفض مع بعض شوية. وعلى فكرة مش بادّيكم طاقة سلبية ولا أي حاجة، أنا مجرّد فضفضة، عارفين الفضفضة دي بقى مش للناس اللي بيدخلوا الفيديو بس يجروه وعايزين يعرفوا أميرة عملت إيه وخلاص، أو مش المتابعين اللي بيدخلوا فيديو ويمشوا، لأ للناس اللي بتحبّني، اللي بتحط لي أكيد اللايك أول ما بيفتحوا الفيديو، الناس اللي بتحب أميرة بجد. الفترة اللي فاتت عايزة أكلّمكم عني شوية الفترة الأخيرة دي. السنة الأخيرة دي كانت صعبة بالنسبة لي شوية، صعبة بالنسبة لي شويتين، 3، 4. الحمد لله إن هي عدِّت بخيرها، بشرّها، بحلوها، بمُرّها، بكل حاجة فيها الحمد لله إن هي عدِّت. السنة دي باحمد ربنا فيها إن ربنا كارمني ومخلّي لي أولادي وزوجي، مخلّي لي أمي وأبويا، باحمد ربنا على دعوات أمي وأبويا ليّا. باحمد ربنا على الحاجات الحلوة كتير في حياتي، الناس اللي بيحبوني، باحمد ربنا فيها على قلبي اللي ما بيعرفش يكره مهما شاف أي حاجة، باحمد ربنا على شوية الطيبة اللي لسه موجودين جوايا حتى لو يعني إيه، مش هاقول لكم قَلّوا شوية، هاقول لكم إن بقيت ناصحة شوية، بقيت كبرت شوية، حسيت إن أنا سِنّي خلاص ما بقاش صغير زي الأول، تفكيري ما بقاش صغير، لأ خلاص بقيت أحاول أطوّر من فكري شوية،
بقيت أحاول أخلّي الطيبة اللي مثلًا أنا شايفاها دي مش في كل حاجة، لأ في حاجات معيّنة. باحمد ربنا على نعمة بجد محبة الناس اللي حواليّا، محبة جيراني، الكلمة الطيبة اللي بتتقال في حقي. باحمد ربنا على نعمة إني مش بميت وِش، إني مش باتكلم في ضهر حد، ما باقعدش أتكلم كتير. حاجات كتير الحمد لله، الحمد لله يا رب عدِّت عليَّ في السنة دي، بالرغم زي ما قُلت لكم الحلو والوِحِش اللي فيها، إن أنا باحافظ لسه باحاول لحد دلوقتي باحاول إن أنا أحافظ على طيبتي بجد، إن أنا يبقى قلبي طيب كده، إن اللي في قلبي على لساني ما باعرفش ألِف وأدور، ودي أكتر مش هاقول لكم ميزة، أكتر عيب فيّا مش عارفة أغيّره. ما هو دلوقتي أحسن إحنا بقينا عايشين في زمن اللف والدوران، وإن أنتِ ما تبقيش صريحة، وإن أنتِ تبقي بميت وِش، هو ده الزمن اللي إحنا نبقى عايشين فيه عشان تبقوا عارفين. حتّة إن أنتِ تبقي طيبة ديّة واللي بتحسّي بيه بتقوليه على طول، أو ما بتعرفيش تداري أو ما بتعرفيش تلفّي وتدوري، دي بقت وِحشة جدًا ومش ميزة خالص عشان تبقوا عارفين في الزمن اللي إحنا فيه. لازم تبقي كدابة من الآخر يعني باجيب لكم الآخر، كدابة وما بتقوليش الحقيقة، وهو ده اللي ماشي في الزمن دوّة. بس الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة. فسيبنا بقى من الحاجات دي، عايزة أقول لكم إن السنة دي من الحاجة اللي كانت وحشة بالنسبة لي فيها القناة. القناة أنا سِبتها فترة، لو أنا أصلًا السنة دي المتابعين اللي متابعينّي عارفين إن السنة دي أنا ما نزّلتش فيها فيديوهات إلا حوالي، يعني أنا من حوالي سنة بالضبط تقريبًا سِبت القناة حوالي 4 شهور، ورجعت لكم حوالي شهرين أو 3، ما كمّلتش باين لي 3 شهور كمان. ونزّلت فيهم حتى فيديوهات مش كتير، ورجعت تاني اختفيت تاني ما حدش عارف عني حاجة، اختفيت لمدة 7 شهور، ورجعت لكم بعد ال7 شهور في شقة جديدة، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا رب على نعمة الستر والصحة وراحة البال، الحمد لله اللي إحنا بقينا موجودين فيها دلوقتي، أو اللي أنا عايشة فيها. بس عايزة أقول لكم إن ال3 شهور اللي أنا رجعت فيهم القناة دول، كانوا طبعًا ضروني جدًا، 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 لإني يعتبر السنة كلها ما نزلتش فيها غير 3 شهور. أنا الحمد لله، الحمد لله كانت القناة يعني ما شاء الله لو كنت اهتميت بيها شوية أول ما فتحتها السنة اللي فاتت دي، لو كنت ما وقفتش وكملت في القناة بتاعتي بعد ما حققت الشروط. حتى أنا لو جيت لكم لو تفتكروا إن أنا جيت من حوالي سنة وكذا شهر كده، قُلت لكم الحمد لله أنا حققت الشروط، وكان ده بالنسبة لي يعني إنجاز الحمد لله حققته في فترة مش كبيرة، هاقول لكم في 5، 6 شهور، وده حاجة كويسة بالنسبة للقنوات الحمد لله، أو في 7 شهور باين. لو كنت كمّلت اهتمام بالشقة كان شقة إيه، الشقة هتاكل دماغي، بالقناة كانت انتقلت في مكان تاني، بس الحمد لله. فالفترة اللي أنا سِبتها طبعًا الصدمة بالنسبة لي إن أنا بقى لي لو أقول لكم، أنا باكلمكم بما يرضي الله صراحةً يعني، بقى لي حوالي 5 شهور كأميرة يعني أنا ما أعرفش حاجة عن اليوتيوب نهائي، أنا حتى النت ما باشحنوش، ما عنديش نت عشان تبقوا عارفين، ما بادخلش على اليوتيوب. عارفين اللي هو رجعت لزمان كده، إن أنا عايشة في حياة كده اللي هو مش عايزة أشوف حاجة عن النت، مش عايزة أعرف حاجة عن أي حد، أنا عايزة ولادي وبيتي وجوزي وحواليّا والراحة، ودماغي اللي تبقى صافية، اللي تحاول تهدى، تحاول تتخلّص من أي طاقة سلبية. فطبعًا النت ما كنتش باشحنه، ما كنتش بادخل على اليوتيوب، وما بادخلش على قناتي، ما باعرفش أي حاجة عنها. بقى لي حوالي 5 شهور عشان تبقوا عارفين. لحد ما اتفاجئت في يوم كده وأنا كنت ساعتها حاطة شاحنة باقة كمان، يعني دخلت عادي بادخل على استوديو يوتيوب اللي هي القناة بتاعتي، وكانت بالنسبة لي الصدمة، اللي هو لقيت القناة بعد ما كانت محققة ربح زي ما قُلت لكم وحققت شروطها، لقيت بيقول لي تحقيق الساعات. تحقيق الساعات دي اللي هي إيه، إن أنا الساعات اللي أنا كنت محققاها الفترة اللي زي ما قُلت لكم ما شاء الله كنت عاملة فيها حوالي 17.000 ساعة والّا 18.000 ساعة، كل ده راح. كله راح فين؟ إن أنا طبعًا عدّيت السنة الأخيرة، هو المفروض في اليوتيوب يعني الناس اللي فاهمة إن حتى لو أنتِ سايبة القناة ما بتشتغليش عليها، لازم على الأقل، على الأقل كل سنة القناة تحقق 4000 ساعة، حتى لو أنتِ مثلًا حققتِ شروطها وهي محققة ربح، بس أنتِ سِبتيها وحصل عندِك ظرف وسِبتيها. فأنا طبعًا هتحقق ال4000 ساعة منين السنة الأخيرة اللي أنا سِبتها فيها، وأنا أصلًا ما نزّلتش عليها فيديوهات غير 3، 4 شهور، وما فيش طبعًا عليها خلاص، يعني الناس حتى اللي هتدخل تشوف فيديوهاتي شوية هيعملوا إيه 1000 ساعة طول السنة، مش 1500 فاهمين، مش هيكمّلوا عمرهم ال4000 ساعة. فدي كانت صدمة بالنسبة لي، بس عايزة أقول لكم والله، والله، والله أكتر حاجة مريحاني نفسيًا في الوقت الحالي، إن أنا استقبلت النظرة اللي شُفت فيها القناة وهي بيقول لي ما فيش أصلًا الربح كان وقف، ما فيش أصلًا مكتوب أرباح نهائي خلاص اتلغى من على القناة، ومكتوب لي تحقيق الشروط ال4000 ساعة.
استقبلت النظرة الأولى للموضوع دوّة بكلمة واحدة على لساني، الحمد لله خلّتني أرددها لمدة 24 ساعة، ما فيش حاجة باقولها غير الحمد لله. وعايزة أقول لكم إن أنا بارددها وكل اللي في دماغي في الوقت دوّة إن خلاص أصلًا القناة يعني مش في دماغي كمان إن أنا لازم أرجع أنزّل فيديوهات تاني عشان أحقق شروط من تاني، لأ، في دماغي في الوقت ده إن القناة خلاص عليه العوض فيها يعني، اليوتيوب وقّفها أو أي حاجة وقّف ربحها وخلاص هاسيبها على كده ومش هارجع لها تاني نهائي. لحد ما سألت واحدة صاحبتي كده حبيبتي فاطمة ربنا يخلّيها ليّا ويبارك لي فيها، هي اللي فهمتني، قالت لي: "لأ، عشان أنتِ سِبتيها لمدة سنة فلازم تحققي عليها 4000 ساعة تاني." بس عايزة أقول لكم الحاجة المُريحة بالنسبة لي ولحد وقتنا هذا باحمد ربنا عليها إن أنا لساني ما بطّلش يقول الحمد لله. استعوضت ربنا في أي تعب تعبته، حاسة إن الخير هييجي لي أكتر وأكتر وأكتر، دايمًا متفائلة ودايمًا عندي ثقة في ربنا ودايمًا عند حُسن زي ما ربنا قال لنا كده أنا عند حُسن ظن عبدي بي، قلبي مريحني دايمًا إن عوض ربنا هيبقى أحسن وأحسن وأحسن، إن شاء الله الفترة الجاية التعب اللي تعبته السنتين اللي فاتوا وراحوا على الفاضي دول، لأ ربنا هيرزقني وهيعوضني وهيخلّي القناة هتحقق الشروط من تاني وهتحقق ربح من تاني، والربح المرة دي إن شاء الله هيعوّضني عن أي تعب تعبته، تفاءلوا بالخير تجدوه، وده اللي دايمًا في قلبي اتجاه القناة دي. أنا فاتحاها دلوقتي كحُبًا بجد فيها في الروتين اللي باعمله معاكم، في الطاقة السلبية اللي بتبقى مثلًا جوايا وباطلّعها في طاقة إيجابية، باحوّلها لطاقة إيجابية وأنا باتكلّم معاكم. يا رب يديم الناس اللي بيحبوني في حياتي، يخلّي لي أولادي وزوجي، يخلّوا لي أهلي اللي بيحبوني. بس مش هاتكلّم معاكم غير كده، بس هو ده اللي كنت حابة أتكلّم معاكم فيه. إن الحمد لله، الحمد لله اللي يا رب هاخلّيها دايمًا على لساني في أي حاجة وِحشة حصلت لي، في أي تعب تعبته ولسه ما شُفتش خير ليه، بس إن شاء الله العوض بتاع ربنا إن شاء الله، إن شاء الله هيبقى أكبر وأكبر وأكبر، وده اللي أنا دايمًا قلبي بيقوله لي، وده اللي أنا واثقة إن في ربنا إن هو هيحققه لي. ليه؟ عشان ربنا كريم، وكريم وهيبهرني بكرمه وعطفه ورضاه يا رب، اللهم ارضى عني دنيا وآخرة، يا رب ارضى عني وارضى عني وراضيني يا رب العالمين، يا رب العالمين. وكفاية بقى كلام عن الموضوع دوّة، بس دول شوية فضفضة زي ما قُلت لكم لمتابعيني اللي بيحبوني. هنا بقى أظن أنتم شُفتوا كل اللي عملته، شوية المحشي الحلوين اللي عملناهم مع بعض، ما شاء الله اللهم بارك، الكرنبة كده كانت بنت حلال زي ما قُلت لكم، خدت حوالي كيلو، كانت عايزة كيلو أقل من ربع كده شوية رُز، وما شاء الله حشيناها وكلناها، وما شاء الله ربنا يديم علينا نعمة الستر وراحة البال زي ما قُلت لكم، واللهم دُمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. وكده الفيديو بتاعي خلص معاكم النهارده، استنوني الفيديو الجاي بإذن الله، نشاط جامد جدًا وحيوية. باي باي.